روم او روام. لو مهتم جديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقول لك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. تطبيق روام تطبيق فيه اكتر من مليون نقطة اتصال واي فاي مجانية. لما تخش على تطبيق بيقول لك في اماكن كذا واي فاي مجاني، وكلمة السر كذا، واسم الشبكة كذا، وفي اماكن كذا وهكذا. فانت لو في دولة تانية وعندك مشكلة في الداتا، والداتا معاك غالية لان انت داخل الدولة ديت بالتليفون بتاعك، فانت هتخش على الواي فاي من المكان او الاماكن المتحددة اكتر من مليون نقطة على مستوى العالم. طبعا المليون نقطة على مستوى العالم مش كتير قوي ولا حاجة، بس يعني حاجة ممكن تسد معاك الغرض او تقضي معاك الغرض لو انت محتاج شغل كتير والانترنت غالي في الدولة. لان انت عشان تعمل يعني تشغل الداتا بتاعتك هتتكلف مبالغ عظيمة جدا. فالتطبيق لسه جديد، طبعا كل ما المدة بتاعته بتكبر والمشتركين عنده بيزيدوا، تبقى نقاط الاتصال اللامركزية موجودة كتيرة على التطبيق. تطبيق سهل وبسيط بيقدم خدمة مجانية بدون أي حاجة. طبعا بيطلب من الناس اللي هم اشتركوا في التطبيق ان هم لو عندهم شبكة واي فاي مجانية ممكن يقدموها على التطبيق، فبتقدمها طبعا، وبتقدم معاها اللوكيشن بتاعك عشان واسم الشبكة عشان اي حد عايز يخش او جاي الدولة بتاعتك ومحتاج انترنت مجاني يلاقي في المكان ده انترنت مجاني. شير ولايك وسبسكرايب للقناة لو مكنتش تعرف التطبيق قبل كده.